دكتور، انا بطني بتتنفخ بطريقه فظيعه جدا. الناس بتشوفني تفتكرني حامل وانا لسه ما اتجوزتش، انا لسه انسه. انا خايفه لا يكون عندي حاجه خطيره. تفتكر طلع عندها ايه؟ مريضتنا النهارده قالت لي انا اول ما بشرب قهوه باللبن الصبح وانا بحب اشربها جدا بطني بتتنفخ كانها هتنفجر. مغص شديد، اوقات اسهال، وبدات ابعد عن اي حاجه فيها لبن. قهوه لا، ايس كريم مستحيل، حلويات استحاله. سكتت لحظه وقالت لي دكتور، هو انا ممكن يكون عندي حاجه خطيره؟ دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. سالتها بهدوء، بيجيلك طفح جلدي؟ بيجيلك تورم في الشفايف؟ بيجيلك ضيق نفس؟ قالت لي لا. قلت لها طب والزبادي والجبن الناشفه؟ قالت لي لا، الزبادي اهون، بيجي لي اعراض منه بس اهون بكتير من اللبن نفسه. هنا الصوره بدات تتغير معايا. اللي عندها مش حساسيه، اللي عندها عدم تحمل هضم اللبن او عدم تحمل اللاكتوز، والفرق ما بينهم كبير جدا. اللبن فيه سكر اسمه سكر اللاكتوز. السكر ده عشان يتهضم محتاج ماده في جسمنا اسمها لاكتيز. الماده دي في ناس كتير ما تبقاش عندها. لو الانزيم ده قليل او مش موجود، اللاكتوز ده بينزل القولون مش مهضوم، فبالتالي بيشتغل عليه البكتيريا، بيحصل له تخمر. اما ده يحصل التخمر يحصل غازات، انتفاخ، وجع في البطن، تقلصات. لدرجه ان في ناس كانت بتقول لي يا دكتور انا ما بقتش قادر اخد نفسي من كتر الغازات اللي في بطني. الحساسيه بقى الحقيقيه قصه تانية خالص، ده رد فعل مناعي. العيان ده بياخد اللبن يجي له طفح جلدي، يجي له تورم، يجي له ضيق نفس، بعض الحالات لو شديده بيعمل صدمه تحسسيه. لكن عدم تحمل هضم اللاكتوز او عدم تحمل هضم اللبن مزعج، لكنه مش خطير. هل هو منتشر؟ منتشر عندنا في الدول العربيه ودول افريقيا كتير جدا. الدراسات اللي عملت سنه 2024 بتقول ان 70% من المصريين عندهم عدم تحمل هضم اللبن. تقريبا مصر من الدول العاليه جدا في عدم تحمل هضم اللبن. يعني تقريبا كل 10 تنفار بتقابلهم في 7 منهم عندهم عدم تحمل هضم اللبن. ليه ظهرت فجاه؟ ده انا بشرب لبن من وانا صغير وما كانش بيجي لي اي اعراض. دي حاجه طبيعيه؟ طبعا حاجه طبيعيه، لان اصلا الجين موجود عند ناس كتير جدا. الانزيم اللاكتيز يا اما ما عندهمش خالص يا اما موجود بنسبه صغيره. كل ما بتقدم في العمر بفقد انزيم اللاكتيز، وربنا كان خالق بكتيريا نافعه عندي في الامعاء هي اللي كانت بتهضم لي اللبن. كل ما تقدم في العمر كل ما بفقد هذه البكتيريا فيبتدي الاعراض تظهر. عشان كده في ناس عندهم لاكتيز انتولرانس بالبي سي ار بالتحليل ومع ذلك ما عندهمش اعراض، لان عنده بكتيريا نافعه بتهضم له اللبن فمش حاسس بحاجه. انا بدور على الناس اللي بيشتكوا من غازات، انتفاخات، ووجع في البطن. يعني انت ممكن تعيش سنين من غير مشكله وفجاه تبدا الاعراض. عشان كده بنبتدي ندور في الناس اللي عندهم اعراض مش الناس اللي هم ما عندهمش اعراض. الانسان هو الكائن الوحيد اللي بيشرب لبن بعد سن الفطام. الحاجات دي بتظهر مع منتجات الالبان، لبن، جبن، زبادي. الجبن الناشفه اقل في الضرر والزبادي اقل في الضرر، لكن برضه بيعمل ضرر، فبالتالي اي منتجات البان ممنوعه. اخد بالي ان في اكلات فيها اللبن زي الشوكولاته، زي الايس كريم، زي الرز بلبن، زي المكرونه بشاميل، زي الرز المعمر. اي حاجه دخل فيها لبن لازم ابقى واخد بالي، ولو الحاجه اللي انا خدتها فيها لبن يفضل ما اخدهاش او اخد برشام يهضم لي اللبن. طيب الحمد لله بقى في دلوقتي انزيم بيتاخد كبرشام بيهضم اللبن. طبعا ليه نسب وكل النسب على حسب شده المرض، بس ببساطه تسهيلا للموضوع، لو حضرتك خدت كوبايه لبن تاخد برشام، خدت سندوتش جبنه تاخد برشام، خدت 10 سندوتشات تاخد 10 برشامات. ده هاضم مفيش منه ضرر. خدت 100 سندوتش تاخد 100 برشام. المهم اخده امتى؟ يا اما قبل يا اما في نص يا اما بعد على طول. لو استنيت نص ساعه هيحصل التخمر. مفيش حاجه اسمها باخد واحده في اليوم، مفيش باخد حاجه اسمها واحده بعد الوجبه. تتاخد يا قبل يا في نص يا بعد على طول. في حاجه اسمها الالبان النباتيه زي لبن اللوز، لبن الجوز، لبن فول الصويا، لبن البندق، لبن الشوفان. دي كلها البان نباتيه ما فيهاش لاكتوز، ممكن اخدهم باي كميه. المشكله ان طعمهم زفت جدا، ناس كتير ما بتحبهمش وما ما بتستحملش انها تاخدهم. مش عاجبينك ما تاخدهمش، لكن لو ممكن تمشي بيهم حالك تمام. وممكن تطبخ بيهم، خصوصا لبن الجوز ناس كتير بتستخدمه في عمل المكرونات بالبشاميل للناس اللي عندها عدم تحمل هضم اللبن. دكتور انا لقيت الحل، انا لقيت لبن في السوبر ماركت اسمه لبن خالي من اللاكتوز. هو في لبن خالي من اللاكتوز؟ للاسف لا. في البان في السوبر ماركت مكتوب عليها فعلا لبن خالي من اللاكتوز، بس هو في لبن خالي من اللاكتوز؟ لا. اللبن الخالي من اللاكتوز عباره عن لبن عادي جدا محطوط عليه البرشام بتاع اللاكتيز اللي احنا قلنا عليه، فبالتالي بيقولوا انه عليه خالي من اللاكتوز. المشكله ان سعره 3 اضعاف سعر العادي، وفي نفس الوقت الجرعه ساعات في بعض الانواع ما تبقاش كامله. فبالتالي الافضل ان انا اخد لبن عادي واخد البرشام، على الاقل ابقى ضامن الجرعه على قد الكميه اللي انا خدتها. قالوا لي يا دكتور الجبن الناشفه اقل في اللاكتوز. الكلام ده مظبوط؟ مظبوط. الجبن الناشفه اقل في اللاكتوز، بس فيها لاكتوز برضه. مش معنى ان انا اقل ان انا اخدها وانا ما اخدش البرشام زي ما اتفقنا.
الجبن الناشفه خدتها برضه اخد البرشام على الاقل ابقى ضامن جرعه اللاكتيز اللي موجوده عشان تهضم اللاكتوز اللي انا خدته. في حلول كتير. اول حل ناس كتير تقول لك انا هبطل اللبن وهبطل الجبن وهبطل الزبادي، ده حل يقول لا انا هاخدهم بس بكميات صغيره ولما اخدهم اخد برشام، ده حل وحل ممتاز جدا. ناس يقول لي انا هاخد اللبن الخالي من اللاكتوز، جرب لو ريحك تمام، بس خد بالك انت لو خدت لبن عادي وخدت البرشام ده افضل لك، على الاقل تبقى ضامن الجرعه. في ناس يقول لك انا هاخد جبن صلبه بس، تمام جرب، ممكن يكون عندك نسبه لاكتيز بسيطه او عندك بكتيريا بتهضم لك ما تعملكش اعراض، لكن الافضل والادق انك تاخد برشام لما تاخد منتجات الالبان. مهم جدا، مش كل واحد برضه بطنه منفوخه عنده عدم تحمل هضم اللبن، مهم قوي ان احنا ندور. احيانا بيكون قولون عصبي او قولون عضوي، احيانا يكون سيبو اللي هو فرط نشاط البكتيريا الضاره، مهم قوي ان انا ادور وراه لان عدم تحمل هضم اللبن بيعمل سيبو. مهم تاني اتاكد ان الامعاء ما فيهاش مشكله سواء في الهضم سواء الامتصاص، عشان كده التشخيص مهم. ما ينفعش حضرتك تشخص نفسك، لازم تدور ورا دكتور عشان تستبعد الامراض العضويه، ونعمل التحليل بتاع البي سي ار لاكتيز، ولو طلع موجود كده معناه ان حضرتك عندك عدم تحمل هضم اللبن. نرجع لمريضتنا دلوقتي بتشرب قهوتها من غير خوف، تحب هي تشرب الصبح القهوه باللبن بتاعتها، واهم من كده بطلت تعيش من غير قلق، خايفه ان يكون عندها حاجه خطيره او حساسيه خطيره. معانا تقدر تتشخص وتتعالج بامان. الجوده والدقه والتقنيات الحديثه هتلاقيها في مركز دكتور احمد جلال. احنا اول مركز في مصر نحصل على الجهار اللي هي هيئه الاعتماد والرقابه الصحيه. كلمنا او ابعت لنا على الواتس، اتعالج بجوده انت تستحقها.